من بداية نزولي من الطائرة بدأ الترحيب. لا والله مو من نزولي وأنا في الطائرة. الجزائريين جوني، والله شيخ ما قلت لك إياها، في الطائرة كلهم دروا إني رايح الجزائر، بدأوا يسلمون علي وأهلا بك في بلدك الثاني الجزائر، وترحيب وأنا في الهواء. نزلت الجوازات ما شاء الله عليه، أول ما عرفني يعني أخرني عشان يسولف معي، مو عشان الجواز، علشان فقط يتحدث معي. رجال الأمن في المطار كلهم يعني الأمر يشكرون عليه ويستغرب حتى فعلهم، ترحيب، استقبال، بشاشة. بل حتى الدين في الجزائر ما شاء الله من أروع البلاد التي زرتها. أنا والله ما أقولها مجاملة، والله ما أقولها مجاملة، بل شوفوا الحضور، الكثيرات غير المحجبات موجودات يدل على تدينهم. صح مو متحجبة لكن متدينة، ما تحضر درس ديني إلا لأنها تحب الدين والذكر ودروس الدين. كثيرات من بينكن في هذا الجو جالسة، سواء محجبة ولا غير محجبة. بلد ملتزم، بلد متدين، بلد بفضل الله عز وجل. يعني مهما حاول الفرنسيون في السابق ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، لأن الإيمان متأصل في القلوب. وهذا المسؤولية عليكن الآن أكبر. كما حافظ الأولون على ديننا، الآن ينبغي أنت أن تحافظي على هذا الدين لأجل الأجيال القادمة. إحنا خايفين عليكم، أنتم الحمد لله تعرفنا الدين، لكن المشكلة في من سيأتي من الأجيال القادمة. جيل الفضائيات، جيل يتربى على الإنترنت، جيل يرضع هذه المواقع أكثر من جلوسه مع أمه وأبيه. الخوف على الجيل القادم. ابدأي انطلاقا من هذه الجامعة، احملي هما، انجزي شيئا لأمتك، افعلي شيئا لهذا الدين، انصحي من حولك إن كانت غارقة في الذنوب والمعاصي. ابدأي بداية جديدة بينك وبين الله. فاز من حياته إنجاز. كان بودي أن أتكلم ربع ساعة، أظن سويت نصف ساعة. أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أشكركم مرة أخرى.